السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده وصفة جديدة ويوم جديد هنعمل مع بعض الفطائر الجميلة اللي انتوا شايفينها. بجد حلوة جدا جدا، اقتصادية وهشة وطرية وموفرة في نفس الوقت. هتعمليها بمعلقة زيت واحدة وبيضاية، هتعملي احلى فطائر لاولادك. هتنفعك جدا في اللانش بوكس لاولادك، هتنفعك كمان للفطار مع كوبايه شاي مع كوبايه قهوه. حلوه جدا جدا، هتعجبك، هشه وطريه، بجد تحفه. ممكن تستبدلي المربى اللي احنا حاطينها بنوتيلا باي حاجه انت بتحبيها وعايزاها. بجد حلوه جدا جدا. جربوا وصفتنا النهارده ان شاء الله تعجبكم. بجد هشه طريه جدا جدا، اقتصاديه زي ما قلت لكم، وموفره. معلقه زيت واحده وبضاية، هتعملي احلى فطائر في البيت. يلا نشوفوا مقاديرنا ونشوفوا وصفتنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معانا هنا حبايب قلبي كوبايه من اللبن او الحليب الرايب. لو ما عندكيش حليب رايب هتجيبي كوبايه لبن، تمام، وهتحطي عليها معلقه صغيره من الخل. هتسيبيها حبه هتلاقيها رابط معاكي. تمام، انا حطيت هنا كوبايه حليب دافي. تمام، حطيت معلقه صغيره من الخل، حطيت معلقه كبيره من السكر، حطيت بضايه، حطيت رشه ملح. تمام، دي كل مقاديرنا. ومعلقه من الزيت. تمام، دي كل مقاديرنا اللي احنا قلناها. تمام، هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. حطينا كده كل المواد السائله بتاعتنا. هنبدا كده نجيب المضرب بتاعنا وهنفضل ندوب. تمام، نسيت اقول لكم برده في معلقه كبيره من الخميره الفوريه. تمام، ممكن تستبدليها بمكعب صغير من الخميره البيره. تمام، انا ما كانش عندي خميره بيره فاستخدمت الخميره الفوريه. خلاص كده هندوب حلو جدا لحد الخميره والسكر ما يدوبوا معانا. تمام كده هنبدا نجيب 3 اكواب من الدقيق. تمام، انا اخد مني السوائل بتاعتي اللي انا حطيتها، اخدت مني الثلاث كوبايات بالظبط. ممكن انتي ما تاخدش معاكي الثلاث كوبايات، ممكن تاخد معاكي اقل من كده، يعني ممكن تاخد منك كوبايتين ونص، ممكن تاخد منك 3 الا ربع، ممكن تاخد منك 3 وربع. تمام، دي من دي لدي بيختلف على حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه. تمام كده انا حطيت هنا الدقيق، هحط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام، هفضل كده ابدا اعجن كده بايدي. تمام، لو حابه تعجني في العجان اعجني، بس انا حبيت اعجن بايدي معاكم اهو. تمام كده حبايب قلبي، هفضل اعجن كده، هي بتبقى العجينه بتاعتنا طريه. تمام، انا هنا كنت بحط الدقيق حبه حبه علشان اشوف المواد السائله معايا هتتشرب الدقيق ولا هتحتاج معايا دقيق تاني. خلاص تمام كده حبايب قلبي، هفضل اعجن كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام، بعد ما اخلصها واشربها بالدقيق هجيب معلقه من الزبده. خلاص اهي جبتها الزبده بدرجه حراره المطبخ. تمام، هنبدا كده نحطها على العجينه بتاعتنا. هنبدا نعجن تاني برضو، هتلاقيها قطعت معاكي، اعجني مش هيهمك اي حاجه، هتلم معاكي وهتبقى زي الفل. العجينه بتاعتنا طريه، ما بتبقاش ناشفه علشان الفطائر بتاعتك ما تطلعش ناشفه. هتبقى العجينه طريه علشان تبقى الفطائر بتاعتك طريه وهشه. خلاص تمام كده انا خلصت هنا العجينه بتاعتي، بوريها لكم بقول لكم بص قد ايه هي طريه جدا. تمام، بمسحه زيت كده هنبدا كده ايه، نمسك العجينه بتاعتنا نحطها تاني في البوله. تمام، وهبدا كده انا قلعت كده الجوانتي، هرميه كده وهبدا اغطي العجينه بتاعتي واسيبها تختمر معايا لمده نص ساعه. تمام، الجو طبعا دافي حر لسه. تمام، هتختمر معانا بسرعه. خلاص انا هنا بس ايه، بفك ورق الاسترتش راب علشان ابدا اغطي العجينه بتاعتي. خلاص تمام، الفطائر حلوه جدا جدا على فكره، هتعجبكم قوي. بجد تحفه، هتعتمدوها دايما عندكم. بجد خطيره، هتنفعكم للانش بوكس، وهتنفعكم زي ما قلت لكم مع كوبايه شاي الصبح كده. بجد خفيفه وحلوه وهشه وطريه. خلاص انا هسيب كده العجينه بتاعتي تختمر. تمام، انا غطيتها كده بالاسترتش راب بفوطه، هسيبها تختمر معايا. اول ما هتختمر هوريها لكم دلوقتي لما اختمرت معايا. تمام اهي هنا اختمرت خلاص معايا. بدات كده اجيب المفرش السيليكون بتاعي، رشيت عليه رشه من الدقيق. تمام، وهنزل بالعجينه بتاعتي. خلاص انا هنا بس دهنت ايدي ايه، رشه دقيق. تمام، علشان بس العجينه بتاعتي طريه هتلزق في ايدي. تمام كده
خلاص نزلت بالعجينه بتاعتي على المفرش على رشه من الدقيق علشان ما تلزقش معاكي في المفرش. تمام. هنبدا كده نلفها رول. تمام. او هتقطعيها عادي مش مشكله، مش لازم يعني تعمليها رول علشان تقطعيها. زي ما انت عايزه اعملي، اهم حاجه هتقطعي الكور. تمام. كور متساويه على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا قطعته الحجم اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هقطع كده بالسكينه قد البرتقانيه الصغيره. تمام. هقطعها كده. بصوا انا ببدا اقطع كده وابدا الم الكره بتاعتي حلو علشان تبقى ناعمه. بصوا قد ايه ما شاء الله، يعني خمرانه معايا ومرتاحه جدا جدا، يعني والعجينه معايا ماشيه تحفه بجد، حلوه جدا جدا. خلاص قطعت الكور كلها بتاعتي. هبدا كده اكور العجينه بتاعتي كلها او الكور بتاعتي كلها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلاص يا ريت الاول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله كل جديد من فيديوهاتي اول باول. ما تنسيش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. اي فيديو انتوا بتشوفوه يا ريت تكتبوا لي كومنت برايكم. انا برد على كل تعليقاتكم. يا ريت حتى لو وجه مبتسم ايموشن انا بفرح بيه جدا جدا. خلاص عبروا عن رايكم باي حاجه. تمام كده حبايب قلبي. بس ما تنسوش لو مش مشتركه اشتركي في قناتي. تمام كده. انا كده خدت الكور كلها بتاعتي وكورتها، حطيتها على الرخامه او على طبق. تمام. وهغطيها علشان وشها ما ينشفش. خلاص تمام كده حبايب قلبي. هبدا كده اجيب اول كوره. تمام. وهبدا كده افردها بالراحه. هدهن ايدي بس دهنه من الزيت بسيطه جدا جدا. خلاص هدهنها كده دهنه بسيطه وهبدا ابطط الكوره بتاعتي. مش هخليها يعني مش هخليها خفيفه او رفيعه، لا انا عايزاه الفطيره بتاعتي او الفطاير بتاعتي تبقى عاليه وتبقى هشه. خلاص علشان ما تنشفش معايا في الفرن. هبدا كده اسويها بايديا وهجيب كوبايه واحطها في الدقيق. تمام. احطها في النص في الفطائر بتاعتي او الفطيره بتاعتي. تمام. وهبدا اجيب السكينه كده واعمل واقطعها وردات كده زي ما حضراتكم شايفين. هبدا كده اقرصها برضو كل كده ورده. هقرصها كده من الجنب علشان تديني شكل الورده الحلوه المظبوطه. خلاص الشكل طبعا بيعبر عن نفسه. مش مستاهل ان انا اشرح، انتوا اكيد شايفين بعينيكم اللي بيتعمل، فاكيد هتفهموني اكتر من ان انا اشرح لكم. خلاص هنا جبت دهنه كده من الزيت في الصاج بتاعي اللي هحط فيه الفطائر. تمام. سهله جدا جدا على فكره، ما بتاخدش اي وقت خالص خالص، يعني سريعه وبسيطه وسهله، وكمان مكوناتها موجوده في كل بيت. اي بيت هيقدر يعملها في البيت، يعني مش هتاخد منك اي وقت خالص خالص ولا مجهود. تمام. هنا كده كنت حطيتها انا على المفرش. انتوا استسهلوا احسن مني. حطوا كده ورقه زبده او ورقه سلوفان او كيس تلاجة. وابداوا افردوا عليه علشان يبقى سهل انكم انتوا ترفعوا الفطيره بتاعتكم على طول وتحطوها في الصاج. انا كنت بحطها كده على المفرش وابدا احط ايدي تحت المفرش وابدا اشيلها واحطها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بس انتوا استسهلوا وحطوا ورقه زبده او كيس تلاجة. خلاص تمام. كانت في دبانه غلسه مزولالي بصراحه وتعبني جدا، يعني مش عارفه اعمل. انا قعدت اليوم كله بجري وراهم فمعرفش دي جت ازاي، يعني يلا الحمد لله. المهم هنا بدات كده اجيب الكره بتاعتي وابططها وابدا كده كوبايه في النص كده رشه من الدقيق احطها اغرزها في الدقيق بس عشان ما تلزقش في الفطيره بتاعتي، وابدا احطها في النص كده واضغط عليها. تمام. وابدا اجيب السكينه بتاعتي واقطعها من الاربع تربع والاربعه بقطعها اتنين. المهم بعملها ورده زي ما انتوا شايفين وبقرصها من الجنب وابدا اشيلها واحطها في الصينيه. اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. بصوا الشكل. انا مسرحه الفيديو شويه علشان الفيديو بس ما يطولش عليكم. خلاص بصوا ما شاء الله سهله جدا على فكره. حتى لو لزقت معاكي يعني بايديكي كده حاولي انك انتي تبعدي الورد عن بعضه. تمام. او الورود مش عارفه المهم ما تاخدوش عليا، البرد مأثر عليا. تمام. ادعولي بس ربنا يشفيني. المهم كده اهو الشكل اللي انتوا شايفينه. عملت كده 3 وردات. هعمل الكميه كلها. خليت لكم اخر واحده كده انا هوريها لكم برضو. تمام. انا خلصت كل الكميه، اخر واحده كانت معايا فقلت اعملها قدامكم. خلاص تمام كده لحد كده حلو.
متفقين؟ متفقين. تمام اهو. تمام كده. على فكرة لو على ورقة زبدة او على ورقة او على كيس تلاجة هتعرفي تتحكمي فيها وهتلفيها براحتك، وهتبدأي كده تعملي فيها اللي انت عايزاها، تلعبي بيها براحتك. لكن انا بصراحة عملتها على المفرش كده، فالحمد لله عدت وكويسة ومفيش اي حاجة. طلعت فطائر زي ما انتوا شفتوها في الاول الفيديو، بجد جميلة جدا جدا. هم عملوا معايا 8 فطاير بجد تحفة، حلوين جدا جدا الحمد لله. تمام. هنجيب شوكة كده وهنبدأ مكان قعر الكوباية اللي احنا دوسنا عليها او ضغطنا عليها على الفطائر بتاعتنا بالشوكة كده، ونبدأ نخرمها علشان ما تقبش معانا في الفرن. خلاص. هسيبها كده وهغطيها واسيبها نص ساعة، اسفة هسيبها 5 دقايق. تمام تختمر معايا. بقت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هجيب معلقة سكر ومعلقتين من الحليب، هدوبهم حلو، وهبدأ ادهن الوش بتاعي من الخليط اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو معلقتين من الحليب تمام ومعلقة سكر، ودوبناهم حلو. بدأنا ندهن الوش بتاع الفطائر بتاعتنا، بجد بيخلي لون الفطائر جميل جدا جدا، تحفة ذهبي بجد تحفة، وفيه كمان لمعة. وهقول لكم كمان على سر في الاخر بعد ما تطلع الفطائر معانا من الفرن هنعمل فيها ايه علشان تبقى بتلمع وزي ما بنجيبها من بره واحسن كمان بكتير. طبعا الحاجه بنعملها في البيت ضامنين نظافتها، ومش يعني مش هنشتريها تاني من بره، موفره واقتصاديه، وفي نفس الوقت انت ضامنه نظافتها لاولادك في البيت. تمام. هنا بعد ما اختمرت كانت قبت معايا شويه، فبدات برضو اجيب الشوكه واخرم مكان قعر الكوبايه. تمام كده علشان ما تقبش معايا برضو تاني في الفرن. خلاص. انا كده هنا هدخلهم الفرن. تمام. يستووا معايا وهوريه لكم دلوقتي بعد ما يطلعوا من الفرن معايا. هنا كنت حطيتهم في الفرن اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حاجه بجد تحفه تحفه تحفه. هنا كنت جبت معلقه من الميه ومعلقتين من عسل النحل، هي السر بتاعنا النهارده اللي بيخلي الفطاير بتاعتنا بتلمع وجميله جدا. تمام. طلعتهم من الفرن كده وبدات اجيب معلقتين من عسل النحل او العسل الابيض ومعلقه من الميه وادوبهم وادهن بيهم الفطائر بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، وهبدا اغطيها واسيبها علشان تطرى معايا. خلاص انا هسيبها كده علشان تطرى معايا، واول ما احس ان هي خلاص البخار او هديت معايا او بردت هبدا اشيلها من الصينيه وهوريها لكم دلوقتي. هنحط على وشها مربى مشمش ومربى فراوله، بجد تحفة جدا جدا، هشة وطرية واقتصادية. اي ست بتقدر تعملها، حلوة جدا جدا، مش بتاخد اي وقت خالص، سريعة سريعة سريعة، بجد هتنفعك جدا. لو انت بتحبي انك تفطري بحاجة خفيفة الصبح هتعمليها مع كوباية شاي، بجد تحفة 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 تحفة. هتندموا لو ما جربتوش وصفة النهاردة، بجد خطيرة هتعجبكم جدا. جربوا الوصفة النهاردة ان شاء الله هتعجبكم. انا هنا بوريكم بصوا قد ايه هي طريه وهشه ولونها من تحت زي من فوق، بجد السوا بتاعها تحفه. جربوها هتعجبكم جدا. دلوقتي انا هفردها هسيبها على على البلانشه، وهبدا اجيب المربى بتاعتي، دي مربى مشمش. هبدا كده احط مكان قعر الكوبايه اللي انا عملته او مكان الحفره اللي احنا حفرناها خلاص هنحط كده فيها مربى مشمش ومربى فراوله. لو انت حابه تحطي نوتيلا حطي، مش هيجرى اي حاجه، بجد هتطلع تحفه كمان احلى من المربى بكتير لو انت بتحبي. حطي اللي انت عايزاه، انا بديك الفكره وانت ابدعي، واللي عايزاه واللي بتحبيه لاولادك او اولادك بيحبوه اعملي. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم وتكون الفطائر عجبتكم، جربوها وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. استنوني في فيديو جديد، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير الفيديو جديد، واسيبكم على الفطائر الجميله دي. اوريكم بس الهشاشه بتاعتها وقد ايه هشه وطريه وجميله جدا جدا. هقسم لكم واحده دلوقتي وهوريكم قد ايه هي هشه وتحفه بجد حلوه. بصوا شكلها كمان فظيع، يعني شكلها كمان حلو جدا جدا، جميله هتعجب الاولاد جدا، بيفرحوا بالحاجات دي جدا. اعمليها وفرحيهم بيها، فرحي كمان نفسك بيها. انت لما بتعملي حاجه حلوه في البيت بتفرحي بنفسك، بتقولي انا اهو كويسه وبعمل حاجات حلوه فكلكم بتعملوا حاجات حلوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب. وحطوا لايك للفيديو، ما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. اكتبوا لي كومنت جميل زيكم كده برايكم بالوصفه بتاعتكم.